ألف ألف مبروك عشاق وجماهير النادي المصري في كل مكان. الفوز الثاني على التوالي. المصري للأسبوع الثاني بيضرب بالثلاثة. الأسبوع اللي فات غلبنا الاتحاد 3، والأسبوع ده غلبنا الجيش 3. السنة دي المصري ناوي مع المدرب الكوكي، المدرب الكبير اللي بينزل بخطة محكمة ما بين الدفاع والهجوم، اللي بيخلي النهاردة اللعيبة تطلع أقصى ما عندها. مباراة رائعة وتصدر للدوري العام للأسبوع الثاني بدون استوديو تحليلي. مش عايزين استوديو تحليلي، خلينا احنا كده واحدة واحدة كده بإذن الله لغاية ما نتصدر وناخد بطولة الدوري العام. اللعيبة النهاردة أدت، يعني لعيبة النهاردة في منتهى الجمال. هدف عالمي للأسبوع الثاني على التوالي لمخلوف. الساعي الأسبوع اللي فات جاب هدف عالمي، مخلوف قال له لا، اشمعنى انت تجيب هدف عالمي؟ انا كمان الاسبوع ده هجيب هدف عالمي. والنهارده لتاني مرة ده غموم نجم المباراة، اللعيب المهاري، لعيب الفز النهارده بيصنع هدفين. وتميم جاب هدف في منتهى الجمال، وصلاح محسن بيعود للتهديف. مباراة جميلة جميلة جميلة. النهاردة باهر المحمدي، يعني بصراحة لو ما كانش دغموم هياخد نجم يبقى هو اللي ياخد نجم المباراة. بصراحة النهاردة بيغازل حسام حسن. أنا موجود في خط الدفاع وأنا شايل دفاع النادي المصري. تصدي الأسبوع لعصام ثروت، تصدي هايل هايل. بشوف مش تهيألي مش هشوف تصدي تاني زي تصدي جميل جدا جدا جدا. فاحنا بنقول مبروك لمستر كامل ابو علي اللي ما بيبخلش بجهد عن الفرقه، وهو وعد وقال باذن السنه دي انا مبشر بفرقه هتعمل حاجه. وباذن الله احنا عايزين بطوله مع المدرب الكبير الكوكي ده باذن الله. يمكن ناخد بطوله باذن الله ونسعد شعب بورسعيد. لعيبه رجاله اثبتوا ان هم رجاله وقد المسؤوليه. وباذن الله مزيد من الانتصارات الاسبوع القادم باذن الله على بيراميدز. واحنا بنقول المصري تملي بيضرب بالثلاثه بالثلاثه يا حبيبي، بالثلاثه. شكرا.